بين ما دخلت اني دا ألم المباق سمعت صياح كلش قوي، فطلعت ما لقيت يعني كان سجاد يم السيارة. بعدين باوعت واقف يعني شي خالديناته اللي ورا. اي فقلت له سجاد، قال مو وياي مو وياي، هي هاي البنية قاعد سكنوا جديد. تمام. وهو على اساس قبل بيوم لين طابقه سيارتها حكي عايز وما اعرف شنو، فهي متصله على هذا الضابط اللي ناس. لحظه امي حبيبتي، هي كانت يعني هذه الحادثه المشكله كانت قبل الحادثه بيوم، قبل الحادثه بيوم طابقه سيارتها. وين طابقه سيارتها هاي؟ يعني هو شارع، هو حتى ما عنده يعني بنفس السايد مالتنا. نعم. طابقه بباب جيرانها. هي يعني باب جيرانهم بين ما شويه وترجع تاخذها. فمن جايه ما اعرف شنو يعني صاير حكي مسمعها كلام ما اعرف شنو. الجار. فهي ما ادري متصله على اخوها هذا الضابط. هو اكو شخص مقدم. قلتوا اي جايه ثاني يوم. احنا ما ندري بالقصه شنو يعني. ملتهين نحول. فالمهم اجى هذا اللي هو اخوها ويا حمايه واحد مال اثنين، فدا ضربوه بالبدايه وغلط عليهم وقال لهم عادي واني سويت هيك. فابني واقف، فانا صحت عليه تعال سجاد معي، قال يوم وياي واقف. بدا يحكي حكي عايز. هذا الجيران يعني كلش هو جيرانكم تعرفوه انتم؟ يعني هو بيننا وبينه بيت يعني تعرفوه. اي فبدا سجاد ايش قال له؟ والله حتى لهم قال لهم للضابط. قال له يابا عوفه يعني هسه شو تسوون بعد وخليه يولي وهيك. وحتى له قال له يابا مو يقول له اي اني تحرشت، اني شو تريد تسوون سووا. والله على الضابط على اخته. فاني الاستغرابي من الضابط اللي سحب نفسه وهو دا يقول لك يعني انت المسبب، انت اللي دقيت الباب وطلعت لنا اياه. فشو هذا اندار عاف الكل وحكي عايز على سجاد. انت ما عليك اي صدق. اني بالدشداشه والشال رحت عليه ما اكذب. قلت له ابني انت ليش تغلط على ابني؟ يعني هسه من دون هاي العالم ابني شو عليه؟ قلت له جيران عيب ودا تفشر ودا تغلط. والله العظيم يعني لو تدرين اكو اشياء بالقضيه والله العظيم تهضمك. انه سجاد محرك ساكن يعني من دا يشوفني اني دا احكي، اني ابني معلمته من اني احكي ويسكت. فدا اقول له سبق وان بالحنه هد علينا بحنه سجاد والله طلعها من عيوننا نفسه وهم طفوا ماكو حنه اريد انام من ادري شنو هذا عنده سوابق انت تريد عنده سوابق. اني اليوم هذا هاي اني اليوم هي هاي مناشدتي انه لو يرجعون على